بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من التعليق على تفاصيل أركان الإيمان لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. وكان هذا في ليلة الأربعاء 22 من شهر ربيع الأول لعام 46 بعد 400 من الهجرة. ثانيا، الملائكة الموكلة بأعمال في الآخرة. الصنف الرابع، ملائكة موكلة بقبض الأرواح والقبر. ملك الموت وأعوانه. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هكذا سماه الله عز وجل ملك الموت، وليس اسمه عزرائيل كما اشتهر عند العامة مما لا أصل له. وهذا الملك له أعوان من الملائكة جاء ذكرهم في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهؤلاء الأعوان إما أن يكونوا ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا القسم الثاني من أقسام الملائكة، الملائكة الموكلة بأعمال في الآخرة. نحن ذكرنا أصناف الملائكة الموكلة بأعمال في الدنيا. هناك ملائكة موكلة بأعمال في الآخرة، وهذا يعتبر الصنف الرابع على الترتيب العام الآن. والملائكة الموكلة بقبض الأرواح وبالسؤال في القبر وعذاب القبر. فأولا، الملائكة الموكلة بقبض الأرواح على رأسهم ملك الموت، هكذا سماه رب العالمين في كتابه ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ما قال سبحانه عزرائيل هذه على مأخوذة من الإسرائيليات، لا دليل على هذه التسمية أن يسمى ملك الموت بعزرائيل كما اشتهر عند العامة. هذه لا دليل عليه، نحن نسميه ملك الموت. وهذا الملك لا يقبض الأرواح وحده، إنما له أعوان من الملائكة الذين يقبضون الأرواح بأمر رب العالمين، أعوان ملك الموت. الدليل على ذلك ما جاء في هذه الآية: توفته رسلنا، أي من الملائكة الذين هم أعوان ملك الموت وهم لا يفرطون. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وطبعا الملك لما يقبض الروح بإذن رب العالمين. هو سبحانه الذي وضع لملك الموت وأعوانه الأوقات التي يتم فيها قبض الأرواح. لا يستطيع ملك الموت أن يقبض روح أحد هكذا من نفسه إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب، وأجل كل عبد يكتب قبل أن يولد. لما يأتيه الملك بعد 120 يوما، بعد 4 أشهر من وضع النطفة، فيكتب أجله وشقي أم سعيد. نعم. طيب، اقرأ. قال المصنف حفظه الله: أما ملائكة الرحمة فذكروا في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا الذي تقول ملائكة الرحمة للعبد المؤمن الذي ختم له بالحسنى. إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن الذي رزقه الله حسن الخاتمة، تقول ملائكة الرحمة لهذا العبد إذا قبضت روحه هذا الكلام: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تبشير من رب العالمين عن طريق ملائكة الرحمة لهذا العبد، لأنه بلا شك في موطن يعني شديد. قبض الروح هذا ليس أمرا هينا، إنما يمر فيه العبد بأشد ما يكون. سكرات الموت شديدة، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت من شدة هذه السكرات يقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ولذلك العبد يدعو ربه: اللهم ثبتني عند سكرات الموت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فادعو ربك بالثبات عند هذه اللحظة، لحظة خروج الروح، لأنها ليست هينة. نعم. فتأتي ملائكة الرحمة تبشر هذا العبد بعد هذه المعاناة التي عاناها في الدنيا، وكذلك عند خروج الروح. وما ترددت عن شيء أنا فاعله إلا في قبض عبدي المؤمن، يكره هذا ولا بد له منه. هكذا قال رب العالمين في الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء أنا فاعله إلا من قبض روح عبد المؤمن. أمر شديد. لكن كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعوذ بالله من الأخير هذه. فالعبد يعني يدعو ربه، يستغيث بالله، يستعيذ بالله. فهنا بعد كل هذا العناء الذي عناه المؤمن في الدنيا من نصب وتعب ومشقة، إما في التكاليف أو في العبادات أو في أداء الحقوق أو في القيام بالمهمات التي تختلف من شخص إلى آخر، من أداء الأمانات سواء كانت أمانات في العلم أو أمانات في المال أو أمانات في أي مجال من المجالات. مهام عظيمة، مسؤوليات يتحملها ويتكلفها المؤمن إن كان يعبد ربه حق العبادة، يعني يؤدي هذا لله. فتأتي لحظة الموت حتى ترتفع هذه التكاليف، لأنه لا تكليف بعد الموت. دار الدنيا هي دار عمل وتكليف، أما الآخرة هي دار جزاء، ليست دار تكليف أو عمل. نعم. فتأتي ملائكة الرحمة تبشر هذا المؤمن بعد كل هذا النصب والمشقة التي لقاها في الدنيا في مواجهة الفتن، وفي الجد والاجتهاد في العبادة، وفي التزام الأوامر والتكاليف التي كلف بها، تأتيه البشرى. تأتيه البشرى من الملائكة، ملائكة الرحمة. وأما ملائكة العذاب فذكروا في هذه الآيات. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال سبحانه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال:
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ نعم، هذه ملائكة العذاب التي تبشر الكفار والمنافقين والفجار بعذاب الله. والتبشير هنا يستخدم في الوجهين، في الخير والشر. نعم. فتأتي ملائكة العذاب تبكت الظالمين والمنافقين والمشركين عند خروج الروح. تبكتهم. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، كما قال المفسرون عذاب الهون أي هنا عذاب القبر. هذه من أدلة أهل السنة على إثبات عذاب القبر بالقرآن. هذا دليل من أدلة القرآن كلام الله على إثبات عذاب القبر. عذاب الهون هنا هو عذاب القبر. اليوم أي في القبر بعد خروج الروح تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكذلك من أهانة رب العالمين لهذا الكافر أو الظالم الفاجر من المنافقين تقوم الملائكة ملائكة العذاب بضرب وجوه وأدبار هؤلاء. يعني أهانة وتبكيت للكافر والمنافق النفاق الأكبر الذي مات على هذا النفاق أو الفاجر الظالم. ماذا فعلت لهم الدنيا؟ لا شيء. عاثوا في الدنيا فسادا سنوات واختروا بأنفسهم وظنوا علوا في الأرض كاذبا، علوا كاذبا سوف يزول وينزلون إلى أسفل سافلين في باطن الأرض. تبكتهم ملائكة العذاب وتهينهم هذه الأهانات. هؤلاء رؤوس الكفر والشر منذ أن بدأت البشرية. أين هم؟ أين عتاة عاد وثمود وقوم نوح؟ أين فرعون وجنوده؟ في عصرنا الحديث أين الخميني؟ أين رؤوس الكفر في أمريكا وأوروبا؟ أين هم؟ وكذلك الموجودون الآن إن ماتوا على ذلك هذا مصيرهم. سوف تبكتهم الملائكة وتهينهم ويمكثون في عذاب لا نهاية له، لا نهاية له. هذا النتنياهو هذا أو خامنئي المجرم هذا كم سافكوا من دم المسلمين؟ أنا أتكلم عن السنوات القريبة الآن، منذ نقول 10 سنوات، ما نقول 20 سنة. سفكوا دماء الآلاف، سوف يعذبون بكل هؤلاء. هذا النتنياهو هذا الخامنئي المجوسي الفارسي هذا الذي يعد خليفة الخميني الزنديق الهالك ومن كان معهم وحسن نصر الزنديق هذا اللبناني كذلك سوف يعذبون بكل ما سفكوه من أرواح ودماء المسلمين إن ماتوا على ذلك. وحقوق العباد لا تسقط. وما نشروه من كفر وزندقة وفجور وظلم وشر ما زالوا يفعلون ولا الآن ويمكرون بالمسلمين والمؤمنين. سوف يمكر الله بهم لا شك عندنا في هذا. وفي نهاية الأمر تأتي ملائكة العذاب تبكتهم وتضربهم، تضرب وجوههم وأدبارهم وتقول لهم ذوقوا عذاب الحريق. هذا في القبر قبل قيام الساعة. أول ما ينزلون قبورهم قبل ما ينزلون مجرد ما تقبل الروح يهانون ويضربون ويبكتون ويعذبون عذابا دائما لا نهاية له، لا توقف. نعوذ بالله. وكله على قدره. احذر يا عبد الله، احذر. وهؤلاء المنافقون الذين أيضا
يظهرون للمؤمنين في الدنيا، أو إذا دخلوا معهم في المسجد، دخلوا معهم في مجلس علم، أنهم معهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا حال المنافقين، يحضروا معك مجلس العلم أو يحضروا معك الصلاة في المسجد، ثم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إحنا لسنا مع هؤلاء المؤمنين، إنما نحن مستهزئون، نستهزئ بهم، نسخر منهم فقط. هذا حال أهل الشر، هذا حالهم عند الموت. نعوذ بالله من هذا المصير، نعوذ بالله من هذا المصير. نعم. طيب قد نقف هنا. يأتي حديث البراء بن عازب، هذا حديث طويل يحتاج إلى محاضرة مستقلة، نرجعه إلى الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.